حد عنده سؤال؟ حد عايز يسأل سؤال تاني؟ طيب عايز اسالكم سؤال بقى انا، محتاج كل حد يجاوبني كده. استفدتوا ايه من المحاضره الاولى؟ لو حد كده يفتح المايك ويقول لي يبقى كتر خيره. هل استفدنا حاجه من المحاضره دي ولا لا؟ قول يا ملوك مثلا، او قول يا صفتي. خلاص انت فتحت المايك، اتفضل يا صفتي. خلاص قول يا صفتي، اتفضل. يعني بعض الأفكار المغلوطة في تنظيم أفكار شوية، يعني حاجات. حطينا رجلينا برضو على عملت ايه؟ الدرجة الأولى. حطينا رجلينا على أول درجة كويس. طب الحمد لله، يعني في استفاده. يعني ليها تأثير، واحد في عنده حاجات كتيرة متلخبطة. طب الحمد لله، ده كلام جميل. ال- يفرق كويس الحاجات دي برضو. والأفضل في الحاجات دي برضو إن أنت، يعني إن إحنا ناخد الحاجة، يعني زي ما بيقولوا كده مش بتسرع، ناخدها تمام. خطوة خطوة. يعني الكورسات طبعا، الحاجات يعني اللي على اليوتيوب او اي حاجه زي دي، احنا بقى الواحد بيقعد انا اسمع دي، طب اجري على دي، اجيب دي، اخطط من دي لدي. هو ميزه تمام. ده ان احنا في شويه، ان احنا في وقت، بس في طلب بس بسيط. اتفضل. ممكن نخلي الساعه 9 بدل 8 ونص. حاضر، هشوف ده ايه الامكانيه بتاعته، بس عشان الوقت احنا بنبقى كده بتاخر. يعني خد بالك احنا كنا المفروض ناخر. سوري، المفروض كنا لا، نخلص 11 ونص. صلاه وبنعمل ونروح ونيجي بتبقى خلاص، يعني هي 8 بنوصل المسجد مثلا 8 وربع 8 تبقى مفيش وقت. نشوف ايه اللي نقدر نعمله، ولو كده هنبلغه على الجروب. حاضر. تمام. شكرا ليك. ملوك، كتر خيرك. ايوه. ملوك، استفدت ايه من المحاضرة الأولى؟ هو اللي انا استفدته النهارده بصراحه ان انا فهمت فكره عامه كده عن الماركتنج بصفه عامه. او هايل. يعني انا كواحده مثلا ما كنتش شايفه ان في فرق بين البي تو بي والبي تو سي دي اصلا، يعني قبل ما نخش ان هو مثلا حاجه بزنس تو بزنس او بزنس تو كاستمر دي. انا وانا بره قبل ما اخش المحاضره مثلا انا في دماغي ان كل الاثنين واحد مش فارق تمام. عامه. بس لما تمام. حضرتك شرحت النهارده عرفت ان دي مثلا لها متطلباتها ولها اهميتها واهدافها، ودي نفس الموضوع والاتنين مختلفين تماما عن بعض. وان مثلا اي برودكت بيطلع لازم يبقى فيه نقط محدده، مش مثلا احيانا حاجات بتطلع هباء كده خلاص. تمام. تمام، حلو فده جدا. اللي انا استفدته النهارده. بس إن دماغك اترتبت ولا اتلخبطت؟ ايه؟ بقول لك، حاسه ان دماغك اترتبت ولا اتلخبطت؟ بص اقول لحضرتك، انا حاسه ان مثلا يعني انا استوعبت حاجات، بس لسه مثلا مع الوقت هلاقي الدنيا ظبطت اكتر لان انا لسه باخد فكره عن الماركتنج اصلا. هايل. هايل. فبس الدنيا شايفه. لما تتظبط هحس ان الدنيا تمام. طيب، شايفه في مجال شغلك امم. الحالي اي حاجه اتربطت بالماركتينج؟ اه طبعا. حاسه ان بقيتي بتشوفي مجال شغلك بنظره مختلفه؟ اه اه. انا بس في هايل. نقطه كنت عايز اسال حضرتك فيها عشان دي كنت بسمعها كتير وكنت حابه اعرف. اسالي. هي يعني ايه خوارزميات اصلا؟ او ايه هي اصلا؟ طيب الخوارزميات هي الخوارزميات هي هقولها لك، العقل بتاع السوشيال ميديا امم. اللي بيحرك المحتوى يروح فين والمين وليه. اه فهمت. تمام. يعني الخوارزميات ودي هي طبعا تاني بتختلف من كل مكان او من من كل كل برودكت منصه للتاني. للتانيه. اه. لا، من كل منصه للتانيه. من كل منصه للتانيه يعني. طبعا كل منصه وليها خوارزميات غير التانيه. تمام. وفي منصات بتحب انواع محتوى من الخوارزميات، انواع معينه. في خوارزميات بتحب اكشنز معينه، وهكذا. تمام. مش شكرا يا ملوك. نوره، شكرا. ايوه مع حضرتك. قولي لي يا نوره، استفدتي ايه النهارده؟ لا استفدت اكيد، عرفت تسويق يعني ايه، امم. فهمت اكتر، يعني الحاجات اللي كانت مغلوطة في دماغي لا اترتبت صح. تمام. هعرف ازاي لما اجي اشرح لحد، هفهم هشرح ازاي. تمام. واكيد لسه هتعلم اكتر يعني اكيد. شاء الله. دماغك اترتبت ولا اتلخبطت؟ لا اترتبت بصراحة، اترتبت كتير كمان. طيب الحمد لله، هو ده اللي محتاجه، هو ده اصلا هدف المحاضره الاولى، اني ارتب الدماغ المتلخبطه. فاتمنى نكون وصلنا للهدف ده. طيب، اشوفكم ان شاء الله على خير المحاضره الجايه. الجروب موجود، اي حد عنده سؤال، اي حد عايز يشارك اي حاجه نقدر نبعتها على الجروب.
ومجرد ما الحلقه او المحاضره بتاعت النهارده تكون موجوده على الدرايف، هتلاقونا ان شاء الله بنبعت لكم نوتيفيكيشن ان الحلقه بقت موجوده او اترفعت على الدرايف. اتمنى لكم كل التوفيق ونجاح، واشوفكم ان شاء الله على خير المحاضره الجايه. ميعادنا يوم الاثنين الجاي الساعه 8:30